اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآن ندخل في الرسول اليتيم، وأنا بالمناسبة هنا أنادي الأيتام، أنادي من يدعي أن لا يستطيع أن يقدم شيء، أنادي حتى أبنائي اللقطة، أنادي كل مجهول الأبوين، أنادي كل من مات له أب، كل من ماتت له أم، أنادي حتى من غاب عنه الآباء أو الأمهات بعدا أو مرضا أو سجنا أو غير ذلك. أقول الرسول اليتيم، أول اليتم أبوه عبد الله، تزوج من أمه آمنة. اسمعوا هذه القصة. وبعد شهر من الزواج أو أقل من ذلك خرج في تجارة، أبو النبي عبد الله خرج في تجارة، ولم يعرف أن آمنة كانت حامل بأعظم مخلوق على وجه الأرض. تخيلوا ذلك الأب، وذهب إلى تجارته في الشام، وهو راجع من الشام أراد أن يزور أخواله، أخوال أبو النبي بنو النجار من المدينة، فأراد أن يزورهم في المدينة. فلما زارهم، لأن عبد المطلب زوجته التي تزوجها أم عبد الله كانت من بني النجار، وهذا أيضا فيها درس عظيم. أن الله الذي يهيئ الأمر، الله يريد أن يكون أخوال أبو محمد من المدينة، لأن سيخرج هذا النبي ويعود للمدينة مرة أخرى، وهذا ترتيب إلهي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا البطن. أبوه زار أخواله في المدينة، ولما دخل عندهم وجلس فجأة أصيب بتعب ومرض، فازداد عليه التعب والمرض وتوفي ودفن في المدينة. والأم الآن في مكة وما علمت بالخبر، فوصلها خبر وفاة زوجها. أشد اليتم، يقول العلماء الأيتام 4 أقسام، أشد اليتم أن يموت أبوك وأنت في بطن أمك، هذا أشد اليتم، الذي ما سمع كلمة يا بني وما قال بابا وما ضمه أبوه وما شم رائحة حضن أبيه. هذا هو حقيقة اليتيم. فيموت أبو النبي وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا أبي، ومع ذلك يفيض رحمة وحنانا على الشباب. والله إن النبي كان عليكم رحيما أيها الشباب، وكما كان بأمته رحيما وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. يأتيه زيد ابن حارثة فيقبل على النبي بعد سفر، كان مسافر الرسول يحبه. فلما دخل على النبي طرق الباب، والنبي كان يلبس، ما زال يلبس، فقيل أن النبي خرج إليه ولم يضع ما يغطي به صدره، فقط فيه ما يستر عورته، وخرج وإذا بزيد عند الباب ففتح له، ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله على جبينه وقال اشتقت إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يحب شباب هذه الأمة ويحب فتياتها، ولذلك كانوا بنات بني النجار يقبلن على النبي، بنات صغار، وكن ينشدن بين يديه وهن يقولن نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار، فيقول النبي أتحببنني؟ فيقولن نعم، فيضمهن ويقول والله إن قلبي ليحبكن صلى الله عليه وآله وسلم. يموت أبوه عليه الصلاة والسلام، ولك أن تتخيل هذا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يحتضن في حضن أبيه، لكنه يفيض حنانا على أمته ويفيض حنانا على هذه الأمة قاطبة. ثم بعد ذلك يبقى عند أمه يتربى يتيما صلى الله عليه وسلم، من بعد ما جابته حليمة إلين بلغ سن 6. لما بلغ 6 سنوات قالت له قرت أمه آمنة أن تذهب إلى المدينة. ليش؟ تبغى تسافر عشان تزور قبر زوجها وتزور أخوال الزوج. شفتوا البر؟ شفتوا الوفاء؟ هذه العلاقات موجودة. أنا أخاطب النساء، كيف علاقة المرأة أنت؟ كيف علاقتك بأهل زوجك؟ وكيف علاقة أهل زوجك بك؟ أين الوفاء للزوج وأين الوفاء للزوجة؟ هذه نماذج من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. فقرت آمنة أن تسافر، ما معها أحد، معها ولدها محمد بن عبد الله عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، ومعها أيمن، وتمشي 500 كيلو في الصحراء، معها جارية
ومعها ولد صغير، ودخلت إلى أهل زوجها. ولما دخل النبي المدينة وش اللي استوقفه؟ استوقفه قبر أبيه. وقف النبي فنظر، قالت له أمه: هذا قبر أبيك. أنتم تخيلوا ولد ما شاف أبوه، أول سفر ترى، يتيم، ويقال له شوف قبر أبوك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل جميع المشاهد المحزنة والدموع التي انهدرت منه صلى الله عليه وسلم وهو يرى قبر أبيه، ولم يراه على الحقيقة أو في الطبيعة. فيقف عند القبر ويرى، ثم تأخذه أمه. الطامة الكبرى التي حدثت في هذه السفرة، مشت آمنة واستودعت من أهل زوجها. ولما خرجت آمنة في الطريق مشت 150 كيلو في منطقة يقال له الأبواع. هنا تعبت آمنة وسقطت في الأرض، في الطريق، في بر، في صحراء. وإذا بأم أيمن ترفعها، تقول: فما إن رفعتها إلا وهي ترفع كفيها تريد تضم محمد وتموت. يموت وتموت أمه أمام عينها في صحراء. توه الآن تخيل مشهد قبر أبوه ما راح، يتخيل قبر والده، وفي الطريق تموت الأم التي كانت تحتضن والتي كانت ترضع والتي كانت تحمله. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الأم جثة هامدة ميتة، وأم أيمن ترى النبي وتمسح على رأسه وتصبر طفل صغير. فقالت: يا محمد عاوني نحفر قبر أمك. تخيلين 6 سنوات. هل مر بأحدنا مثل هذه الآلام؟ وتحفر ويحفر النبي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام في الصحراء منقطع. وأم أيمن تقول: كنت أبعده، يعني ما تبغاه يشوف القبر، تنحى بوجهه عن أمه وعن قبرها. تقول: فحفرنا، جلسنا أيام نحفر أنا ومحمد. تقول: ثم دفناها في ذلك المكان. تقول: فأمسكت به بيده وهو يقول: أمي أمي، يعني نأخذ أمي معنا. تقول: فمشينا من تلك المسافة من الأبواء إلى أن وصلت إلى دخلت مكة. فأول ما دخلت مكة ما توجهت إلى بيتها، إلى بيت أمه، توجهت إلى بيت عبد المطلب. ثم طرقت الباب. فلما طرقت الباب، الرسول يعرف هذه المواطن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أمه. لما رجع النبي في الهجرة، لما رجع في فتح مكة، كان النبي يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فوقف النبي وفاء وبرا على قبر أمه، لأنه يعرف القبر. حتى لما دخل المدينة قال: هنا بئر سبحت فيها. الرسول تعلم السباحة في بئر عند بني النجار، وهذا قبر أمي. فوقف النبي على قبر أمه فبكى، حتى قال الصحابة: والله ما بقي أحد وقف معه إلا أبكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يتذكر تلك المشاهد العظيمة. يتم أي مرحلة يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضنا اليوم ربما لو أصيب بأمر بسيط قامت الدنيا عنده ولم تقعد. فطرقت الباب، فإذا بعبد المطلب يفتح الباب. فلما فتح الباب رآها ورأى هذا الصبي، فقال مباشرة له عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أمك؟ وين أمك؟ تقول أم أيمن: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد: ماتت ماتت. فضمه عبد المطلب ضمة، قال: أنت بني أنت بني أنت بني. يتم، وحالة صعبة في 6 سنوات يمر على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. طيب ليش؟ لماذا؟ هذا هو الإعداد. الله يعده لأمر عظيم، لأنك يا محمد ستمر على أمور في الدنيا في خلال دعوتك وفي خلال بعثتنا لك وفي خلال هذه الرسالة. ستمر يا محمد على أمور نحتاج أن نعدك إعدادا كبيرا. يموت أبوه ويموت وتموت أمه صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول: يا محمد أدرك قيمة الحياة والموت. يا جماعة، أنتم مدركين قيمة الموت؟
لماذا بعضنا يلهو إلى اليوم لا يشعر بأن هناك موت؟ لا تنتظر يموت لك أب ولا أم ولا أخ، لا تنتظر يموت لك أحد حتى تعرف قيمة الموت. اسألوا من فقد أحد أبويه، اسألوا من فقد ولدا أو حبيبا أو زوجة. أسأل الله جلت قدرته أن يأجر المصابين في كل مكان.